لو كنت فاكرة إن 90% من الرجالة اللي بيزوروني عشان يخسوا، أبدا، دول بيزوروني عشان مشكلة الكرش. الراجل ده لو شرنا له كرشه هيبقى سمارت وهيبقى خفيف وراضي عن شكله ومظهره. على فكرة ده مش كلامي أنا، ده كلام الدراسات اللي طلعت في سنة 25 قالت إن 90% من الرجالة العرب بيعانوا من مشكلة الكرش. السمنة المركزية دي سببها برضو الستات العرب وطبيعة أكلهم والدهون الزيادة وكل حتة، واوعى تسيب المعلقة دي احسن هزعل منك. طول الوقت عايزة تعبر له عن حبها بالاكل، ولو راح لمامته تعبر له برضه عن حبها بالاكل، وهو واصحابه لما يتجمعوا على اكل. لو عايز مشكلة الكرش تختفي ما تاكلش غير وجباتك الأساسية، واهتم بشرب المية والسوائل قبل وبعد الوجبات. مفيش حاجة اسمها ان المية بتزود الكرش، ده قلة المية هي اللي هتعمل لك احتباس سوائل وخصوصا في منطقة الكرش. لو عندك المشكلة دي عندي ملف كامل بيشرح لك ازاي تتخلص من الكرش في 30 يوم بس. اكتب لي بس في الكومنتس كرش وانا هبعت لك الفايل كامل.